اهي دي بقى الاكله اللي يتقال عليها جوسي فعلا، لذيذه وطعمها حكايه، وكمان شكلها حلو جدا في التقديم. انا متاكده انكم لما تجربوها هتكون من اكلاتكم المفضله. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه بصلايه مبشوره وشويه بقدونس وفصين توم، معلقتين كبار بقسماط مطحون، والتوابل ملح فلفل اسود بابريكا كمون. هنقلبها مع بعض كويس، نعجنها كده لحد ما تعمل في ايدينا نسيج او خيوط. يعني ممكن في الخطوه دي تستخدموا الكبه، هتسهل عليك. هسيبها في التتبيله نص ساعه، وممكن اشتغل بيها على طول عادي. هبدا اعملها كرات كده، واكون مجهزه بطاطس شرايح وقليها في الزيت نص قليه. هرصهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان دعمكم ليا اللي بيخليني استمر. وبعد ما رصيتها بالشكل ده هجهز الصوص. حبتين من الطماطم المبشوره، عليهم معلقتين كبار صلصه وفصين توم، والتوابل ملح فلفل اسود بابريكا كمون وشويه سكر. عليهم كوبايه من الميه، واقلبهم كويس قوي. هنزل بالصوص ده على البطاطس والكفته، ولو حسيتوا ان هو محتاج شويه ميه ممكن تزودوا عادي. هدخلها فرن سخن على درجه حراره وسط، واطلعها واديها رشه بقدونس كده بعد تقريبا نص ساعه، ساعه الا ربع. ممكن بقى تاكلوها بعيش او رز بالشعريه زي ما انا عملت كده، طعمها تحفه بجد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وفولو لو عجبكم الفيديو، وبالهنا والشفا.